السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة فيديو جديد. نفتح الانبوكس او نفتح المكنة وهي لسه جاية جديد. بيبقى عليها الجزء ده، بس انا شلته عشان وقت الفيديو. حلو، ادي الكرتونة. فبس ايه، نشارك مع بعض كل حاجة عشان لو انت جبت مكنة عايز تركبها بنفسك تبقى انت عارف الانبوكس. فيه مفتاح 12 13 يبقى مع المكنة، وعلبة يقفل، وفي 4 مسامير. في مسامير هنا انا فكيتهم بس عشان وقت الفيديو. 4 مسامير، 1 2 3 4. حلو. وادي المكنة بتبقى بالشكل ده. العلبة اهي، العلبة اهي، منظر العلبة من الجنب اهي. الفل ده الوش الاستانلس اهي، بتبقى المنظر ده بمساميرها بحاجتها اهي المكنة. وادي مسمارين السرعة اللي احنا بنتكلم عليهم دايما. ده المسمار المسؤول عن السرعة اهو، مكتوب قصاد منه سبيد. والمسمار التاني بتاع زاوية الميل. انا وصفت في فيديوهات قبل كده القصة بالظبط يعني، بس انا بعيد تاني في كل فيديو يتذكر في المكنة. ده مسمار السرعة الأساسية، وده مسؤول عن زاوية الميل. بس ده اللي انت محتاجه بنسبة 90%. التاني زاوية الميل ده هتحتاجه قليل جدا يعني. بتقفله كده سنة صغيرة مفك عادة بيقفل معاك. ودي مسامير الزنق اهي، مسمار 2 بيجيب المكنة قدام وورا. ودول مسامير يمين وشمال بيجيبوا المكنة يمين او شمال. طبعا المكنة هي الباب بالنسبة لي. انا لو جبت الباب يمين، او جبت المكنة يمين فالباب جه يمين. لو جبته شمال الباب كده يجي معايا شمال. جبت المكنة اللي ورا الباب بيرجع معايا لورا. لو جبت المكنة لقدام الباب بيجي معايا قدام يعني. ده وصف بسيط. ودي المسامير طبعا الرئيسية اللي انا بعلي المكنة. برضو 90% من الحالات اللي انا اهو 4 مسامير رئيسية. بس المسمارين دول هم دول اللي بيعلوا اهو. دول يعني انت لو عايز تعلي الباب هتعلي المكنة، هتربط دول المكنة هتعلى لفوق. طالما المكنة عليت لفوق يبقى الباب عالي لفوق. وده غالبا ده اللي بيحصل. بتلاقي الباب بيحك في الارض او مريح على الارض. تربط المسمارين دول اهم. هتلاقي مسمارين رئيسيين وغالبا بيبقوا عادة اهم، المسمارين ده والمسمار ده. ودول مسمارين السرعة. ده 90% اللي هو الباب بيبقى سريع، ده انت بتبطئه بيه. ودي المسامير اللي هي بتجيب يمين وشمال. شكرا لكم، السلام عليكم ورحمة الله.